لابد أن نتعلمه وأن تكون هناك هيئة أو وزارة خاصة بالأسرة والطفولة. حنانيك بعض الشيء مو بلازم أنه وزارة خاصة بالطفل، نحن ننادي بأندية الحقيقة للطفل. هذا ما تحدث فيه مع الدكتور. ضيفي الآن هو تغيير الحقيقة في البرنامج، وضيف جديد وطريف وجميل. حياك الله. شلونك؟ الحمد لله بخير. الله يسلمك، تفضل اجلس. ضيفي هو حمد ناصر، الاسم الكريم حمد ناصر. صح. كذا اسم إعلامي عموما، وإعلامي زميل شهير لنا. حمد ضيفي هو الحين يمكن في 5 دقائق، لأنه هو من الناس اللي اقتحموا العالم، لكن ما اقتحموا عالم الطفولة بوصفه فقط يعني مشاركا، لا، هو اقتحم عالم الطفولة بوصفه أقصد بوصفه فقط مستسلما أو منتظرا لمعلومات معينة وصانع لعزلة معينة، لا، هو اقتحم عالم الطفولة بوصفه مشاركا وفاعلا، وصار عنده يوتيوب وصار عنده نافذة وصار يطل على الناس، صارت نسبة المشاهدة له تتجاوز 1,000,000 أو 1,500,000. خلينا نشوف مع حمد البرنامج اللي هو قاعد يشارك فيه. في لغز من يوم احنا صغار طلع عندنا شيء يقرا وبنفس الوقت مرعب. أعيان الناس. هلو يا جماعه، هلو يا جماعه الخير، في ناس غبيه وفي تصرفات غبيه وفي عالم غبي يعيشون معنا. يا اخي متى ينقرضون؟ العطلة يا عيال. العطلة عبارة عن مصنع طاقات. نشوف الحين مقدار حب السعودية للحافز. شراب الحب هذا هو. يعرف بالمذاق هذا هو. وما كل السقاة له بساق. شراب الحب لهالدرجة لهالدرجة. احنا داعم. يلا. حمد حياك الله. الله يحييك. وش تحس فيه؟ انا بقى طبعا لفتك وش تحس به، يعني وش تحس به وانت تقدم، وش تحس به؟ برنامج يعني برنامج هادف يسلط أن أناقش أنا بعض السلبيات اللي بالمجتمع بطريقة فكاهية. طيب السلبيات وش السلبيات اللي خاصة فيك يا حمد وأنت وربعك والأطفال ولا؟ لا الناس، المجتمع. كل الناس؟ لا قليل منهم. طيب كثير. أنت قاعد قبل شوي أنا شفتك تتكلم عن حافز، وين حافز وين أنت يا حمد؟ يعني تونا. حافز أنا بعض الأفكار يصير من وبعض من المخرج، فالمخرج يعطينا الأفكار وأجيبهن من أنا. يعني على طريقتي، ولا بعضهن يعني أنا حافز ما كنت ولا شيء، بس يعني يوم سامي قال لي إنك تبي حافز عطاني بعض، قلت خلاص أنا أضبطه. سامي اللي هو مخرج البرنامج. أي زين، متى أنت دخلت على البرنامج؟ متى سويته؟ كم لك من شهر؟ كم لك من سنة؟ متى بالضبط؟ والله ما أدري، لكن مبطي يمكن قبل شهرين من الحين. قبل شهرين. والمشاهدات عندك بيوصلوا 2,000,000 ما شاء الله، أو إن شاء الله بيوصلوا 2,000,000 إن شاء الله. طيب وش حسيت فيه بعد ما سويت البرنامج؟ وربعك والأطفال اللي قاعد تلعب معهم شفت نفسك عليهم شوي صح؟ لا عادي عندهم يعني ربعي، وإذا نطلع ولا حسوا شهرة ولا شيء، نطلع عادي مثل أول. طيب أنت ببيتك يا حمد الحين، قبل ما تدخل البرنامج وأنت كنت وش اللي يعني اللي خلاك تولع مثل هذا يوتيوب وتقدم، إنك كنت تشوف برامج مثلها على الجهاز، ولا أحد هو اللي نصحك وقال تعال يا حمد أنا بدخلك هذا المجال، ولا شلون بديت؟ كلهن. أنا كنت أشوف برامج وجاء سامي وأعطانا فكرة وقلت بالعكس عادي. أيه. وجزمت طلعنا. إن شاء الله إن شاء الله خير. طيب بعد ما إنك جزمت وطلعته وصار هذا المشاهدة، الحين صار جوك بالبيت شلون؟ كم ساعة تقضيها على الأجهزة، على الآيباد ولا على الكمبيوتر؟ تشوف المعجبين وترجع وترد عليهم ولا شو؟ كم ساعة تقضيها بالبيت؟ على الإنترنت؟ على الإنترنت يمكن 4-5 ساعات الحالة قاعد تشتغل على الإنترنت، كله عشان برنامجك طبعا ها؟ إيه. أي جميل. على تويتر وتويتر عندك حساب بتويتر بعد؟ عندي. إيه هذه ما درينا فيها، هذه معلومة جديدة، أنا جايبك عشان اليوتيوب، هذا اليوتيوب. في ناس كثير من يعني تجربتك واللي أنت دخلت فيها هذه الحين اللي هي وش تحسبه، خلت في ناس كثير من زملائك من الأطفال إنه يفكرون يسوون نفس العمل؟ بوه كثار إنهم يعني ودهم يسوون، لكن ما عندهم فرصة. إيه وأنت الفرصة جت لك واستغليتها. طيب وبعدين وش تبي تقدم؟ تبي تستمر؟ إيه إن شاء الله. تبي تستمر بهذا البرنامج؟ إن شاء الله. لهجتك بالبرنامج مرة قصيمية بحتة صح؟ إيه.
ايوه انت مصر على هذه اللهجه. طيب مصر يعني انت تقدموا لناس معينين ولا تقدموا للناس كلهم؟ كلهم، لاني انا ما اعرف، لا اعرف لكن يعني اكثر شيء باللهجه هذه. يعني عشان تصير على طبيعك يعني. ايوه. اي والناس انتقدوك على شيء؟ قالوا لك انه هذه اللهجه لا تختلف؟ بوه ناس قالوا بس قليل. اي طيب انا ادور في الهاشتاج احد بيسالك اسئله خاصه لكنه نبي نجيبها اغلب الاسئله للدكتور اللي قبل شوي، بس انا خلنا اسالك اول شيء بيتك، اسرتك، ابوك وامك والله يخليهم لك ان شاء الله، وشلون يعني يتعاملوا معك بعد البرنامج؟ اصبحت عندهم نجم في البيت واصبحت مدلل ولا نفس لا مو اصبح النجم لكن عادي يعني ما تغير شيء، نفس المعامله وكل شيء عادي. إيه، من اللي ساعدك في البرنامج اكثر من شخص غير المخرج؟ منه في احد كثيرين ولا فقط المخرج؟ لا بو اخوي سليمان. اي بس اخوي، بس يعني من قبل كان بوه اثنين، السلوم و طيب اي ما بوه يعني يمكن سامي اكثر شيء. تقرا انت حمد ولا ما تقرا؟ وش انت أقول؟ بطبعك تقرا عموما، يعني في كتب تقرا، في شيء تطلع على شيء، حتى مجلات طفوله تقراها؟ قليل مرة. كان عالم كله عالم يمكن من إنترنت. اول، اما الحين يعني ما. من اول كنت تقرا وبعدين يوم دخلت على هذا أي. الانترنت صار خلاص هو من كله اول عالم. يوم صغير يمكن ثاني ثالث كذا كنت اقرا انت باي صف الحين؟ رحت الاولى متوسط. ما شاء الله. وكيف وشلون تحصيلك الدراسي؟ ان شاء الله زين يعني إن ما شاء اثر الله عليه؟ زين. ما اثر. اكيد اكيد ولن يؤثر ان شاء الله. وان شاء الله. صداقاتك شلون؟ لا زالوا اصدقائك اللي قبل هم اصدقائك الحين وانت ماشي معهم؟ هم امشي معهم وعادي ولا تغير شيء. مع الناس، مع عيال عمك، اقاربك، يمين يسار، انت كما انت ما انت كما موجود أنا. في البيت. لا عادي يوم اطلع معهم ولا تغير شيء. حمد انا سعيد فيك وحياك الله يا حمد الله في يحييك. البرنامج. حمد ناصر نستضيفه هنا كنموذج، هو نموذج الحقيقه لطفل عمره 12 سنه حاول ان يقتحم هذا المجال، لكن اقتحمه من الباب الواسع وليس مجرد متفرجا، حاول انه يضع بصمته. اخذناه لانه اثار ردود افعال عاليه جدا، حبينا ناخذ ونعطي ونشوف هو هذا حمد ناصر او هذا الطفل اللي ياخذ هذا الجو، هو ما زال هو اسهم في انعزاله اكثر ام ان جعله ونغير في نفسيته، حتى غير في طريقه تفكيره. كلمنا طبعا بعض اقاربه ويقولون انه حمد هو حمد، بالعكس هم متفائلين ومتشجعين، وان شاء الله يا رب يكون عندنا نماذج كثيره من الاطفال اللي قدروا يستغلون هذه الشغلات وهذه الامكانات الموجوده في السوشيال ميديا عموما في كل مناحيه بطريقه جميله. دكتور فهد مطوع كان يتحدث بشكل جميل: اعطوا اطفالكم وقتا، ويقول انا اعطي طفلي وقتا ولذلك لا اذهب ابدا باي سلبيه تحصل. الوقت هو السيد. التقيكم غدا وشكرا لكم والسلام عليكم. هذه البرامج ومع هذه الوسائل التواصل نعم بدأ الطفل ينعزل أكثر، بدأ يعيش في عالم الافتراضي أكثر، بدأ ينعزل عن العالم الحقيقي والاجتماعي. حقيقة يكتسب كثيرا من المعرفة في هذا العالم، يكتسب كثيرا من التواصل